تخيل منتخب يعيش حروب وضغط ودمار، ولكن رغم كل هذا وقف أمام العالم وجعل الملايين تصفق له. العراق مو مجرد منتخب، العراق قصة مستحيل تتكرر. تعال لك نعرف أفضل 3 إنجازات وصلت الكرة العراقية للعالمية. خلي لايك ويلا نطير. بالمرتبة الثالثة وصول منتخبنا الوطني لنهائيات كأس العالم في المكسيك عام 1986 بوجود المرحوم والأسطورة أحمد راضي رحموا له. بالمركز الثاني منتخبنا الأولمبي وصل إلى نصف نهائي أولمبياد أثينا في عام 2004 بوجود الجيل الذهبي، وبوقتها واحد ضرب يونس محمود. إذا تعرفوه اكتب لي بالكومنتات. بالمرتبة الأولى البطولة القارية الوحيدة للاتحاد العراقي ولمنتخبنا الوطني في عام 2007 بأيام الطائفية الله لا يعودها، اللي حققنا بها بطولة آسيا على المنتخب السعودي. وإذا أنت كنت موجود باللعبة اكتب لي بها دقيقة قبل يونس محمود الكلة. والسؤال لك هنا، أنا احتاريت أمانة الله، من الأفضل جيل 2007 ولا الجيل الحالي؟ اكتب لي بالكومنتات. لا تنسانا بالفولو واللايك ويلا.